لو قلت لك ان في شركات بتاخد قرارات غلط ومع ذلك بتكسب فلوس، وفي شركات بتاخد قرارات شكلها صح وفي الاخر بتخسر، ازاي تعرف ان القرار اللي انت واخده النهارده هيكون سبب نمو لمشروعك ولا لا قدر الله بدايه لسقوطه؟ في الحلقه اللي فاتت اكتشفنا ان المشكله مش في المبيعات ولا المنافس ولا الفلوس، لكن قبل ما الحلقه تخلص وعدتكم اننا هنجاوب على سؤال: الشركه الناجحه فعلا بتعرف الاتجاه الصح منين اصلا؟ وده اللي هنشوفه مع بعض النهارده. اهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب بيزنس، المكان اللي مش بندي فيه نصايح، احنا بنساعدك تشوف في مشروعك اللي يمكن انت لسه مش شايفه. قبل ما نبدأ عايزك تتخيل معايا موقف: لو بكرة حد عرض عليك فرصة تزود مبيعاتك 40%، هتوافق؟ غالبا أيوة. طيب لو قلت لك إن القرار ده هو اللي هيبدأ في انهيار مشروعك، هل هتوافق برضه؟ النهاردة إحنا مش هنحقق في قرار، إحنا هنحقق في العقل اللي أخذ القرار. تعالوا مع بعض نفتح أول ملف. من فترة دخل عليا صاحب شركة، وشركه ناجحه بقالها اكتر من 8 سنين في السوق، واول ما قعد كان متحمس جدا، قال لي: يا دكتور انا خلاص قررت افتح فرع جديد. قلت له: طب ايه اللي خلاك تاخد القرار ده؟ قالوا بكل ثقه وفخر: الفرع الحالي زحمه، المبيعات بتزيد والعملاء بيطلبوا والسوق مستحمل. ولو كنت مكانه يمكن كنت هقول نفس الكلام. خليني اسالك سؤال: لو مشروعك المبيعات فيه بتزيد، هل ده معناه ان ده الوقت المناسب للتوسع؟ استنى، ما تجاوبش بسرعه، لان دي اول فرضيه هنحقق فيها. بعد سنه صاحب المشروع يا رجالي، لكن المره دي كان ساكت وقال جمله عمري ما هنساها: انا اخدت القرار الصح لكن النتيجه طلعت غلط. وجود اسباب منطقيه مش معناه ان القرار صحيح. وده مش اول ملف اشوفه بالطريقه دي. مره كنت براجع اداء سلسله صيدليات والمبيعات بتاعتها فعلا كانت بتزيد كل شهر، وصاحبها قال: ده الوقت المناسب ان افتح فرع جديد. لكن لما بدانا نشخص الحاله اكتشفنا ان عدد العملاء فعلا بيزيد، لكن متوسط قيمه السله الشرائيه كان بيقل شهر بعد شهر. يعني المبيعات كانت بتزيد ولكن جوده الربح بتنزل. لو فتح فرع وقتها كان هيضاعف المشكله مش الارباح. المشكله ما كانش هنا في زياده المبيعات، المشكله كانت في قراءه المبيعات. لحد دلوقتي استبعدنا اول متهم اللي هو المبيعات، لكن لسه معانا متهم تاني اللي هو السوق. كتير من اصحاب المشاريع بيقولوا السوق رايح في الاتجاه ده يبقى لازم نروح معاه، لكن في سؤال مهم هنا: هل فعلا كل اتجاه للسوق مناسب لمشروعك؟ فاكر صاحب الشركه اللي في اول الحلقه لما سالناه ليه فتحت الفرع الثاني؟ قال: لان الطلب زاد. قلت له: طيب الطلب زاد على ايه؟ لقيته سكت. طيب مين العميل اللي زاد؟ لقيته برضه سكت. قلت له: طب اي خدمه اللي زادت؟ بدا يتوتر. اكتشفنا ان القرار كله اتبنى على جمله واحده: خلي بالك في فرق كبير بين السوق في فرصه وبين ان شركتك مؤهله ان هي تاخد الفرصه دي. وده الفرق اللي بيضيع ملايين. وده يفكرني من ملف تاني: مطعم كان مشهور جدا كل يوم عليه ويتنج، وصاحب المطعم كان مقتنع ان السوق محتاج فرع تاني، وبالفعل صاحب المطعم فتح الفرع التاني. وبعد 8 شهور بدأت الشكاوي تيجي، الاوردرات بقت أبطأ والجودة نزلت والشيف الرئيسي بقى مقسوم على فرعين، والعملاء القدام بدأوا يشتكوا. السوق فعلا كان محتاج، لكن الإدارة ما كانتش جاهزة لسه. المشكلة مش إن السوق قالك اتوسع، المشكلة عندك انت ما سألتش هل المشروع بتاعك جاهز للتوسع. خليني اقول لك حاجة: في شركات بتقضي سنين تدرس السوق لكن ولا ساعة واحدة بتراجع نفسها. هي انت دخلته في توقيت او بطريقة ما كانتش مناسبة لشركتك. خليني اسألك سؤال: لو بكرة السوق اللي انت فيه زاد بنسبة 50%، هل شركتك فعلا جاهزة تستفيد من النمو ده ولا هتكبر المشاكل بنفس سرعة نمو السوق؟ جاوب بينك وبين نفسك. افتكر شركة موبيليا، السوق العقاري كان مولع والطلبات كتير وناس كتير قالت دي فرصه ما تتعوضش، والشركه فعلا زودت الانتاج، اشترت معدات وزودت الموظفين، وبعد سنه الطلب هدى. فضل المكن وفضل المرتبات وفضل القروض، لكن الفرصه كانت خلصت خلاص. المشكله ما كانتش في السوق، المشكله ان الشركه بنت قرارات طويله المدى على فرصه قصيره المدى. السوق فعلا بيخلق فرص لكن الاداره هي اللي بتحول الفرصه لنمو فعلا. دلوقتي استبعدنا متهمين المبيعات والسوق، لكن لسه في متهم كل اصحاب المشاريع دايما بيلوموه، وهو المنافس. هل فعلا الشركات الناجحه بتحدد اتجاهها بناء على المنافسين؟ في حاجه غريبه اكتشفتها بعد سنين من متابعه اصحاب المشاريع: اغلبهم لما بيشوف فرصه بيسال سؤال واحد: ندخل ولا لا؟ لكن ولا مره تقريبا سمعت شركه كبيره بدات بنفس السؤال ده. الشركات الكبيره قبل ما تسال ندخل ولا لا بتسال هل ده فعلا بيخدم الاتجاه اللي احنا بنبنيه ولا لا. والفرق بين السؤالين هو فرق بين شركه بتبني مستقبلها وشركه بتطارد السوق. فاكر مره كنت في اجتماع مع شركه صناعيه، في موزع كبير عايز منهم منتج جديد. فاكر مره كنت مع شركه صناعيه كان في مورد عايز منهم منتج جديد.
الارقام مغريه والكل متحمس. واحد من المديرين طلع وقال دي فرصه ما تتعوضش. لكن المدير التنفيذي قال جمله خلصت الكلام: لو المنتج ده فعلا نجح هيقربنا من الشركه اللي احنا عايزين نكون عليها ولا هيبعدنا عنها؟ والغريب ان محدش في الاجتماع خالص كان سأل السؤال ده. المشاريع الصغيره بتقيم الفرصه، لكن الشركات الكبيره بتقيم توافق الفرصه مع الاتجاه. خليني اسالك سؤال: لو بكره جالك عقد هيضاعف فعلا مبيعات شركتك، لكن هيغير طريقة إدارتك وهتغير فريقك وسمعتك، هتوافق ولا هتسأل نفسك هو أنا أصلا عايز أبقى الشركة دي؟ وده مش أول مشروع أشوفه يقع في نفس الفخ. شركة سوفت وير صغيرة بدأت بمنتج متخصص جدا، حقق نجاح وبدأت الطلبات تزيد وكل عميل كان عايز طلبات خاصة بيه، وفي كل مرة الشركة بتقول مفيش مشكلة، وبعد سنتين بقى عندهم عشرات من النسخ المختلفة من نفس المنتج. تكلفة الدعم زادت والتطوير بقى أبطأ والمنتج فقد هويته. المشكلة مش انهم وافقوا، المشكلة انهم وافقوا من غير فلترة القرار. كل بتقولها الفرصة هي في نفس الوقت لا لحاجة تانية. والشركات الناجحة عارفة هي بتقول لا لإيه قبل ما تقول لإيه. ممكن اقول لك جمله ممكن تكون اغرب جمله في الحلقه كلها. عارف ان الجمله دي غريبه لاننا من بدايه الحلقه بنسال ازاي اختاروا الاتجاه اصلا، لكن بعد حالات كتير اكتشفت ان السؤال نفسه فيه مشكله. خليني اسالك سؤال: هل الطيار اول ما بيطلع للطياره بيقعد يفكر هو هيروح فين؟ طبعا لا، هو قبل ما يشغل موتور الطياره هو عارف وجهته وراسم المسار اللي هيمشي عليه، وكان كمان محدد البدائل بتاعته. طيب ليه احنا في البيزنس بنتعامل مع اخطر قرارات حياتنا وكانها تجربه؟ مرة كنت في جلسة مع شركة توزيع ومدير المبيعات قال احنا لازم ندخل محافظة جديدة. مدير التشغيل قال لا احنا لازم نزود المخازن الأول. المدير المالي قال لا الأولوية للكاش. وكل واحد كان بيفكر بالمنطق بتاعه، لكن المشكلة اللي كل واحد كان شايف اتجاه مختلف. ساعتها وقفت الاجتماع وسألت سؤال واحد: احنا مختلفين على الحل؟ قالوا لا. قلت احنا مختلفين على الوجهة. ودي أول مرة الفريق كله يسكت. المشكلة مش إن الإدارة مختلفة، المشكلة إنها ماشية من غير بوصلة واحدة. وده مش أول مشروع للأسف أشوفه يقع في نفس الفخ. شركة تجزئة كل شهر تغير خطة التسويق، وكل ربع سنة تغير المنتجات، وكل سنة تغير شكل البراند. لحد ما سألتهم هنا سؤال: هو أنتوا عايزين الناس تعرفكم بإيه؟ محدش جاوب. عارف يعني إيه؟ يعني العميل كان محتار لأن الشركة نفسها كانت محتارة. لو فريقك مش قادر يكمل الجملة دي يبقى عندك مشكلة قبل أي مشكلة مبيعات. لو عايز تعمل معايا التجربة دي، لو عندك فريق ابعت لكل واحد فيهم رسالة دلوقتي: كمل الجملة دي، وما تبعتش الرسائل لبعضهم. كمل الجملة دي: احنا كشركة. لو لقيت كل واحد كتب إجابة مختلفة عن التاني يبقى أنت لسه ما بنتش الاتجاه. هقول لك بقى أخطر حاجة اكتشفتها: الاتجاه مش بيتبنى في اجتماع الإدارة، الاتجاه بيتبنى في أول قرار وافقت عليه وكان المفروض ترفضه. كل قرار اما يقوي هويه شركتك او يضعفها. احنا النهارده فتحنا ملفات كتير، شركه فتحت فرع، وشركه دخلت منتج جديد، وشركه غيرت نشاطها، وشركه جرت ورا السوق، وشركه وافقت على كل الفرص. لكن بالرغم من الملفات كانت مختلفه اكتشفنا ان التشخيص كان واحد. طيب نستفيد ايه من كل ده؟ الفرصه مش مشكله لما تضيع، والسوق مش مشكله، والقرار مش مشكله، والتوسع كمان مش مشكله. طيب امال فين المشكله؟ طب اسمح لي اسالك سؤال: لو صحيت بكره الصبح وكل مشاكل مشروعك اختفت، المبيعات زادت والعملاء زادوا والسيوله بقت ممتازه، هل ده معناه ان شركتك بقت ناجحه؟ الاجابه لا. مره كنت مع صاحب شركه، الشركه كانت في افضل سنه في تاريخها، ارباح ممتازه والكل مبسوط، لكن بعد ساعتين في الاجتماع قلت له انا قلقان على شركتك. استغرب وقال ليه؟ قلت له ببساطه لان كل قرار اخدتوه النهارده ممكن ينجح، لكن مفيش قرار واحد بيقربكم باللي انتوا عايزين توصلوا له بعد 5 سنين. وبعد كام شهر لقيته بيكلمني ويقول لي انا اول مره افهم ان النجاح المؤقت ممكن يخفي مشكله استراتيجيه كبيره. خد بالك من الجمله دي، في فرق بين شركه ناجحه وشركه بتنجح. الشركه اللي بتنجح ممكن تحقق ارقام كويسه سنه او سنتين، لكن من غير اتجاه كل نجاح بيبقى مؤقت. في القاعده بتاعتنا الهويه فوقها الاتجاه، فوقها القرارات، وفوقها النتائج، زي ما احنا شايفين كده. وده اكبر تشخيص وصلنا له النهارده. الناس بتقضي وقتها تعالج النتائج، والشركات الناجحه بتبني الهويه الاول: السوق والفرص والتوسع ورد فعل المنافسين. طيب ايه اللي احنا كشفناه؟ الاتجاه ما يبداش بقرار، وان القرار ما ينفعش يسبق الهويه، وكل قرار لازم يقربك من الشركه اللي انت عايز تكونها. الشركات الناجحه مش بتدور على الاتجاه بس، هي بتبني هويه
واوتوماتيك بيصبح الاتجاه واضح من الهويه اللي بنتها. احنا عرفنا ان كل حاجه بتبدا من الهويه. طيب ايه هي الهويه اصلا؟ هل هي شعار، اسم، رؤيه او رساله، ولا في حاجه اعمق احنا مش بنشوفها؟ وده اللي هنشوفه مع بعض في الحلقه الجايه. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس بنشوف في مشروعك اللي انت مش شايفه.